بسم الله الرحمن الرحيم. سنة تالتة إعدادي. بنكمل حل محافظات العلوم من كتاب الامتحان 2024 الترم الأول. وصلنا لمحافظة 21 محافظة قنا. دي من كراسة التدريبات اليومية صفحة 147. والفيديو الجاي إن شاء الله هنحل محافظة 22. أكمل العبارات الآتية: 1. الزمن كمية فيزيائية قياسية، لأن الزمن ملوش اتجاه. 2. يعالج قصر النظر ولا طول النظر باستخدام نظارة طبية عدستها سميكة عند الطرفين. العدسة اللي سميكة عند الطرفين أو سميكة عند الأطراف دي العدسة المقعرة. العدسة المقعرة بتستخدم لعلاج قصر النظر. 3. يقع مركز تكور المرآة المقعرة أمام السطح العاكس. 4. ده تعريف السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة ليها تعريفين: التعريف الأول من القانون اللي هو المسافة الكلية على الزمن الكلي. ده التعريف الثاني للسرعة المتوسطة: هي السرعة المنتظمة التي لو تحرك بها الجسم لقطع نفس المسافة في نفس الزمن. اختر من العمود B ما يناسب العمود A. 1. الصورة المتكونة بالمرآة المستوية رقم 1 تكون تقديرية معتدلة مساوية. 2. الصورة المتكونة بالعدسة المقعرة. العدسة المقعرة بتكون صورة واحدة فقط، تقديرية معتدلة مصغرة رقم 3. 3. نجم البحر يتكاثر لا جنسيا بالتجدد رقم 5. 4. فطر عفن الخبز يتكاثر لا جنسيا بإنتاج الجراثيم رقم 2. جسم وضع على بعد 20 سنتيمتر من مرآة مقعرة، بعدها البؤري 8 سنتيمتر. 1. ارسم شكلا تخطيطيا يوضح مسار الأشعة الساقطة على المرآة والأشعة المنعكسة منها. 2. اذكر خواص الصورة المتكونة. مرآة المقعرة. هنرسم مرآة مقعرة ومحورها الأصلي. مرآة مقعرة ومحورها الأصلي. هنحدد بؤرة ومركز تكور. المرآة بعدها البؤري 8 سنتيمتر، ضعف البعد البؤري 2 في 8 ب16. الجسم على بعد 20 أكبر من 16، يعني الجسم مكانه على ضعف أكبر من ضعف البعد البؤري، يعني الجسم مكانه بعد مركز التكور مين؟ استنتجنا إن الجسم مكانه بعد مركز التكور مين؟ ده الجسم. هنكمل الرسمة زي ما احنا عارفين. الجسم ده بناخد منه شعاعين. الأول بيسقط موازي للمحور الأصلي، ده شعاع ضوئي ساقط بؤرة. انعكس مار بالبؤرة، ده الشعاع الأول. الشعاع التاني هيسقط مار بالبؤرة ب، فهينعكس موازي للمحور الأصلي. سقط مار بالبؤرة ب، فهينعكس موازي للمحور الأصلي. طبعا الشعاعين اللي انعكسوا هيتجمعوا بين ب وميم. بين ب وميم دي مكان الصورة. كده وضحنا بالرسم الصورة مكانها بين البؤرة ومركز التكور.
بيقول لي مع ذكر خواص الصورة المتكونة. خواص الصورة المتكونة: حقيقية مقلوبة مصغرة. حقيقية مقلوبة مصغرة. مكانها بين البؤرة ب ومركز التكور م. السؤال الثاني ألف. ادرس الأشكال التالية ثم أجب عما يلي. الشكل المقابل يمثل جسم تحرك من النقطة ألف. إذا النقطة ألف دي نقطة بداية الحركة. إلى النقطة د. إذا النقطة د نقطة نهاية الحركة. مرورا بالنقطتين ب وج، يعني من ألف لب، من ب لج، من ج لد. الثلاث أضلاع بتوع المستطيل وقطعهم في 4 ثانية. احسب رقم 1 السرعة المتوسطة للجسم. بنكتب القانون. رقم 1 السرعة المتوسطة للجسم. بنكتب القانون. السرعة المتوسطة بتساوي المسافة الكلية على الزمن الكلي. كتبنا القانون. نعوض فيه. المسافة الكلية هنجمع 6 زائد 8 زائد 6. 6 زائد 8 زائد 6 على الزمن الكلي قال لي في 4 ثانية على 4. هنطلع الناتج. 6 زائد 6 زائد 8 20. 20 على 4 5. وبما ان المسافة بالمتر والزمن بالثانية، اذا السرعة هنا وحدة قياسها متر على الثانية. كده حسبنا رقم 1 السرعة المتوسطة. رقم 2 السرعة المتجهة للجسم. برضو بنكتب القانون. السرعة المتجهة للجسم. الإزاحة على الزمن الكلي. كتبنا القانون بنعوض فيه. الإزاحة هو طول الخط المستقيم من نقطة بداية الحركة إلى نقطة نهاية الحركة، يعني طول الخط المستقيم من ألف إلى د. هيطلع معايا الضلع بتاع المستطيل. كل ضلعين متقابلين. بما إن الضلع ب ج 8 متر، إذا الضلع ألف د اللي هو مقدار الإزاحة برضو 8 متر. حسبنا الإزاحة 8 متر على الزمن الكلي قال لي 4 ثانية. 8 على 4 بيساوي 2 متر على الثانية. السرعة المتجهة كمية فيزيائية متجهة، فلازم نكتب ليها اتجاه. اتجاهها هو نفسه اتجاه الإزاحة. اتجاه الإزاحة بناخده من البداية للنهاية، يعني من ألف لدال ده اتجاه الغرب غربا. ده كده حل المسألة. الشكل المقابل يمثل أحد أطوار انقسام الخلية. 1 ينتمي هذا الطور إلى الانقسام A. واضح إن الكروموسومات بتصطف على خط استواء الخلية. خط استواء الخلية إذا مباشرة ده الطور الاستوائي. إذا ينتمي هذا الطور، طبعا ده الطور الاستوائي. هو طالب مني أقول له ده انقسام ميتوزي ولا انقسام ميوزي. ده انقسام ميتوزي. هنا مفيش ظاهرة العبور. طالما مفيش ظاهرة العبور، إذا ده مش ميوزي، ده ميتوزي. ينتمي هذا الطور إلى الانقسام الميتوزي. الطور A يلي الطور الموضح بالشكل ده الطور الاستوائي، اللي بيليه الطور الانفصالي. الانفصالي. استخرج الكلمة أو العبارة غير المناسبة. 1 نظرية السديم، نظرية النجم العابر، نظرية الانفجار العظيم، النظرية الحديثة. هنستخرج نظرية الانفجار العظيم لأنها بتفسر نشأة الكون.
أما السديم النجم العابر الحديثة دي نظريات تفسير نشأة المجموعة الشمسية. 2 في أماكن رؤية أجزاء الساعة. تصحيح عيوب الإبصار. تستخدم في الفرن الشمسي. تستخدم في المناظير لمتابعة المعارك. هنستخرج تستخدم في الفرن الشمسي، لأن دي من استخدامات المرآة المقعرة. أما رؤية أجزاء الساعة تصحيح عيوب الإبصار تستخدم في المناظير لمتابعة المعارك، دي من استخدامات العدسات. 3 في أماكن انتظار السيارات. في المصابيح الأمامية للسيارات. في مراكز التسوق. على زوايا الطرق الضيقة. بنستخرج في المصابيح الأمامية للسيارات، دي من استخدامات المرآة المقعرة. أما في أماكن انتظار السيارات في مراكز التسوق على زوايا الطرق الضيقة، دي من استخدامات المرآة المحدبة. 4 مجرة أندروميدا الشمس زحل الأرض. بنستخرج مجرة أندروميدا اللي بيربط بين الشمس وزحل والأرض، دول موجودين في المجموعة الشمسية، والمجموعة الشمسية بتقع في مجرتنا درب التبانة. صف حالة الأجسام في كل شكل. شكل 1 هنا مسافة وزمن. في حالتين، الحالة الأولى خط مستقيم بادئ من نقطة الأصل، مسافة وزمن، وخط مستقيم بادئ من نقطة الأصل، ده التمثيل البياني للسرعة المنتظمة. سرعة منتظمة. وبعدين الفترة التانية مسافة وزمن وخط مستقيم موازي لمحور الزمن، ده التمثيل البياني للجسم الساكن. إذا هنا جسم كان بيتحرك بسرعة منتظمة وبعدين توقف يعني أصبح في حالة سكون. إذا هنصف حالة الأجسام جسم يتحرك بسرعة منتظمة ثم يتوقف. شكل 2 سرعة وزمن وخط مستقيم موازي لمحور الزمن، ده التمثيل البياني للسرعة المنتظمة. سرعة منتظمة. اكتب المصطلح العلمي. 1 المسافة المقطوعة خلال وحدة الزمن السرعة، لأن السرعة بتساوي المسافة على الزمن. 2 نقطة اتصال كروماتيدي الكروموسوم معا السنترومير. السنترومير التركيب العام للكروموسوم، كروماتيدين بيتصلوا مع بعض في نقطة اسمها السنترومير. وسائل رياضية يستخدمها علماء الفيزياء للتنبؤ بالعلاقات بين الكميات الفيزيائية، الأشكال البيانية والجداول. الأشكال البيانية والجداول. الخلية الناتجة عن عملية الإخصاب وتحتوي على العدد الكامل لكروموسومات الكائن الحي الزيجوت. الزيجوت بين قوسين اللقحة. الزيجوت أو اللقحة. ده علامة صح وعلامة خطأ. 1 عندما يتحرك الجسم بسرعة ثابتة، فهذا يعني أنه يتحرك بعجلة منتظمة، العبارة خطأ، لأن الجسم اللي بيتحرك بسرعة ثابتة أو منتظمة العجلة بتساوي 0. 2 تستخدم طريقة زراعة الأنسجة لإنتاج نباتات جديدة مطابقة للنبات الأصلي، العبارة صح. 3 إذا تحركت سيارتان في عكس الاتجاه بسرعة 100 متر على الثانية، فإن السرعة النسبية لأحد السيارتين بالنسبة للأخرى تساوي 0، العبارة خطأ. هنا السرعة النسبية في عكس الاتجاه بنجمع السرعتين 100 زائد 100 200، إذا هي 200 مش 0، هي بتساوي 0
لو السيارتين في نفس الاتجاه. فعايزين نحسب السرعة النسبية، فهنطرح 100 سالب 100 بتساوي 0. إذا غلط، هي 0 لو في نفس الاتجاه. 4. التكاثر الجنسي. يحافظ على التراكيب الوراثية للكائنات الحية. العبارة خطأ. اللي بيحافظ على التراكيب الوراثية للكائنات الحية هو التكاثر اللاجنسي مش الجنسي. في الشكل المقابل، وضع جسم على بعد 4 سنتيمتر من المركز البصري للعدسة. موضح لي إن الجسم مكانه عند مركز التكور م. فتكونت لي صورة الجهة الأخرى برضو عند مركز التكور م. فتكونت له الصورة الموضحة بالرسم. 1. البعد البؤري للعدسة بيساوي كام سنتيمتر؟ هنا موضح لي إن المسافة بين صاد المركز البصري للعدسة وميم مركز تكور العدسة 4 سنتيمتر. البعد البؤري بنقسم نصف قطر التكور على 2. 4 على 2 2 سنتيمتر. المسافة التي يجب أن يتحركها الجسم في اتجاه العدسة لكي تنفذ الأشعة الضوئية من العدسة متوازية كام سنتيمتر؟ معنى إن الأشعة الضوئية تنفذ من العدسة متوازية، معنى كده مفيش صورة. إمتى في العدسة المحدبة لا تتكون صورة؟ لما الجسم يكون مكانه عند البؤرة أو على بعد يساوي البعد البؤري، وإحنا استنتجنا إن البعد البؤري 2 سنتيمتر، فلازم الجسم يكون مكانه على بعد 2 سنتيمتر، وهو هنا الجسم مكانه على بعد 4 سنتيمتر، وإحنا عايزينه على بعد 2، فهيتحرك 2. هو على بعد 4، هيتحرك في اتجاه العدسة 2، فهيصبح على بعد 2، يعني عند البؤرة. صوب ما تحته خط. 1. المسافة هي مقدار الإزاحة في الثانية الواحدة السرعة المتجهة، لأن السرعة المتجهة هي اللي بتساوي الإزاحة على الزمن. تحدث تفاعلات نووية مش كيميائية فجائية عنيفة داخل النجم تؤدي إلى انفجاره. 3. إذا تحركت سيارة بسرعة منتظمة مقدارها 72 كيلومتر على الساعة، فهذا يعني أنها قطعت مسافة قدرها 1440 متر خلال 20 ثانية. هنا هنحول السرعة من وحدة قياس كيلومتر على الساعة، نحولها لمتر على الثانية، نضرب في 5 على 18، نضرب 72 في 5 على 18 في 5 على 18 علشان نحول السرعة من كيلومتر على الساعة لمتر على الثانية. نضرب 72 في 5 على 18 هيطلع 20 متر على الثانية. إذن الجسم سرعته في الثانية الواحدة بتحرك مسافة 20 متر. إذن في 20 ثانية بتحرك مسافة كام متر؟ بنضرب 20 في 20 ب400. إذن تصحيح 1440 400. طبقا لنظرية الانفجار العظيم، فإنه خلال دقائق من نشأة الكون كانت النسبة بين غازي الهيليوم والهيدروجين 1:1، 1:3، لأن الهيليوم 25%، الهيدروجين 75%، يعني بنسبة 1:3. اختر الإجابة الصحيحة. 1. عدسة محدبة بعدها البؤري 50 سنتيمتر، وضع جسم على بعد 80 سنتيمتر من العدسة، فتكونت صورة لهذا الجسم على بعد كام سنتيمتر من العدسة؟ البعد البؤري 50، إذا نصف قطر التكور 100. الجسم على بعد 80 أكبر من 50، 80 أقل
80 أكبر من 50 وأقل من 100. استنتجنا إن الجسم مكانه بين البؤرة ب ومركز التكور م. دي حالة من حالات العدسة المحدبة. لما الجسم يكون مكانه بين البؤرة ب ومركز تكور م، الصورة بتكون بعد م مركز التكور. بعد م مركز التكور أو على بعد أكبر من ضعف البعد البؤري. البعد البؤري 50. ضعف البعد البؤري اللي هو نصف قطر التكور 100. الجسم مكانه بعد مركز التكور م، يعني على بعد أكبر من 100. فهنختار رقم أ. 2. تحدث ظاهرة العبور في الطور التمهيدي. التمهيدي لاختيار رقم د من الانقسام الميوزي الأول. 3. إذا كانت الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والسطح العاكس 40، فإن زاوية الانعكاس كام؟ ده السطح العاكس وده الشعاع الضوئي الساقط. الزاوية بينهم 40. علشان نحسب زاوية السقوط كام أو الانعكاس كام لازم نعمل عمود مقام. رسمنا عمود مقام، الزاوية دي على بعضها زاوية قائمة 90. فبما إن الزاوية دي 40، إذا زاوية السقوط 50. 90 سالب 40 50. وبما إن زاوية السقوط 50، إذا زاوية الانعكاس برضو 50، لأن زاوية السقوط بتساوي زاوية الانعكاس. فهنختار رقم ج. عدد الكروموسومات في الحيوان المنوي ضعف ولا يساوي ولا نصف ولا ربع عدد الكروموسومات في بويضة أنثى من نفس النوع؟ البويضة ده المشيج المؤنث، والحيوان المنوي ده المشيج المذكر. الأمشاج الاتنين المذكر والمؤنث فيهم نفس العدد من الكروموسومات اللي هو N. البويضة فيها نصف المادة الوراثية N، والحيوان المنوي برضو فيه نصف المادة الوراثية N. الاتنين نفس العدد، يساوي لاختيار رقم ب. آخر سؤال في المحافظة. ماذا يحدث إذا تم نزع النواة من خلية حية؟ لن تكون الخلية قادرة على عملية الانقسام الخلوي. لن تكون الخلية قادرة على عملية الانقسام الخلوي، لأن النواة بداخلها الكروموسومات، وهي الكروموسومات بتلعب دور هام في انقسام الخلية. فلو مفيش نواة مفيش كروموسومات، الخلية لن تنقسم. فالإجابة لن تنقسم الخلية، أو لن يحدث عملية انقسام خلوي، أو لن تكون الخلية قادرة على عملية الانقسام الخلوي. الفيديو الجاي إن شاء الله هنحل محافظة الأقصر.